إنما علم أفضل درس على علماسي لما قالوا لي بعد بايزي أنا مو بها بايزي چلو مجيدا سنبرا أدو بيار بيت بيرا أنا بين أراكا نراكا كبار أبسا كبما سنرا صلاة آية بسم الله الرحمن الرحيم. آية باب القبلة باب القبلة. آية حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم السلام عليكم من انس عن جابر بن محمد النبي عن جابر انه قال آية لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت اتى مقام ابراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام ابينا ابراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. آية قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأ واتخذوا كي كره شيء نخسي جنان قال نعم. ما مالك أكل ما كره نانجيجي حدثنا محمد بن سبان حدثنا شيء عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى البيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يسعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. لما قال البراء جتان رفان تقول فجنا ما رسول وجه صلاة الراخنته إسبانا رفان تقول فيتي فقال لنا ذلك الرجل إن القبلة كسر النجيج فاتا آت كسلم النبي نبي يوجي صلاة في عصري برايجا إسام مسجد القبلتين غير صلاة الجيران شو أول البدا أكاسي قربان سنبر قبلان غير قلبهم تنجيج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول رسول الله يا جبريل جنين كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس من صلاة نخن يخش صلاة نسنا وقم تاجنا فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أقسن جيجان حدثنا شاذ دين جنسة ديني متن صحيح سند عن الليلة زيادة ابن ماجه إديتنا الأرمخان الرا زيادة ابن ماجه أرمخان الرا إديتون في تاريخ الطويل تاريخ طويل على برمى جبريل كانت تيجي هنجيخوني شاذة منكرة جنين متناقضة مضطربة جنين حديث عن إبراهيم جرمو ينجيخون توكا قبض جنين فبنينا جاء على ما مضى من صلاتنا فبنينا قداغا لكن فتاولنا كسها سنة كسما لك فتاولنا غرغل فبنينا ما بقي من صلاتنا نجار صلاة خينير خافي على ما مدى تقبل لك واني خان غمس غرغلني صلاتني خان غمنا غرغلني ميري صلاني تقومت يجوها فبنينا ما بقي من صلاتنا على ما مدى من صلاتنا أتممناها على حساب ما مدى وفعلنا منها جيتو لم نستعنفها لما ركالما إسانما بيت المقدس غرغل جرو بفين مجمع صلاني قبلان غرغل فميجين صلاة جمر فول مخين غرغل تشنيجي كسمت أتممنا على حساب ما مدى
أي لم نستعنفها إن جمر رجيتو صلاة سنو مرة يعني ملي قال بس إسائي صلاة أي سانوا جنا تو صلاة تلو في غرقل فم تجيني دي قسم غرقل ليدا ما مضى صلاة الدين جلان جمر ريدا معنا أتمنى على حسب ما مضى لم نستعنفها آية حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا هاشم بن قاسم بن حاوى حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حدثنا العباس بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن علية سيد بن أبي أروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة يعمري أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكل ولا بده فليمتها طبخا حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا قال إبراهيم وكان أبو يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم حدثنا محمد بن سبا حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتي أن المسجد باب المصلى يسلم عليه كيف يرد حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت سهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده حدثنا محمد بن رمي المصري أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا باء من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان وأناس بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت فصلينا فتغيمت السماء أزلمت السماء بالغمام سمين دوميساني دكونويته قبلان نشك سيفتجان فصلينا على حيالكم أجر صلاة نجن وأعلمنا ملتوها نجن أي ودانا العلامة التي تدلنا على الجهة التي صلينا إليها أكبين كبلا صلاة كبلا مل صلاة ملتوها نجن دخاء آية فلما طلعت الشمس إذ نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فإنما تولوا فثم وجه الله باب يتنجم يتنخم حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع سفيان منصور عن ربيعي بن خراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا يمينك ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبله يعني ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزقن عن شماله أو لا يقول هكذا في ثوبه. قولي فعلا تكاو كانت أقول جانكونو وشو ساخي ستاتو فوجي جمانا. ثم راني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه. حدثنا النادي بن سرية وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر ابن عياش ناس من النبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربيعي بزق بين يديه فقال يا شبث لا تبزق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي يقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. تكاو أي يحدث حدث سوء قربان دلقا فقطو صلاة مخيست لأنه صلاة غيثة كمد دلقا ربين فولساتي رقا راجا ننقيني بوتا صلاة سيرا غرغلوت ينقلبان أم مصلى ويتان تكاو قربان سندلقوت دلقا فقطو أكاهما نميما خجبا دلقي إرا غرغلا ربين صلاة مالتو أقوم خانو إذا ربين قبل تشفول ساخي سيغا أقول أني أمتو دلقي إرا غرغلا دما أما ما سياجتو هذا سوي يوفي مال جنان ودوا شابسو جناني أما خيوها همتو دلقا همتو جنة صلاة غيثة كم تمتو دلقا إلا يراد أنه نقض الوضوء بالاختيار من غير حاجة ولا ضرورة كمضافة الريح له ودوا شابسو جنة ملئ أقول صلاة غيثة هذا سوينين دلقا فقطو جيجو أي زنبا دلي حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه وباء مسيل في الصلاة. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا أبو معاوية إلى مشى النبي سالين النبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصلاة فقد لقى. حدثنا محمد بن سباين وعبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة قال حدثني معيقب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيل في الصلاة إن كنت فاعلا فمرة واحدة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن سباين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري نبي الأحوص الليثي نبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسى بالأصابع الصلاة على الخمرة درجان تجرى جنت تقين سيما درجان سا حسنيو سيجرى صلاة وجر موانجر وانجر. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا عباد بن عوام من الشيباني عبد الله بن شداد حدثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية الأعمش نبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عسير. حدثنا أرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا زمعة بن سالين عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه باب سجود على الثياب في الأرض والبرد. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا بسان سياج مجد جوترو مدي قدر تمام بساط جنين حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهال فرأيت واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا اسماعيل بن ابي اويس اخبرني ابراهيم بن اسماعيل الاشعري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عن ابيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الاشهال وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا بشير بن مفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد
بسط صوبه وسجد عليه فسجد عليه باب التسبيح للرجال في الصلاة والتسبيح للنساء أما كنتم تسلى يتنا يا صلاة منفصل متصل تون قبل لما ورمي قالوا نشوف منفصل تسلى يتن تاتو سوري يوجي لور وشو خبا تاتي ملأ أما وشون تسلى يتو سبجلا خيسر المسألة تايجو قد بين أمات جل الله